ككل سنة هناك تحذيرات تخص تأثير عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوفير الظروف الصحية للمواشي القابلة للنحر، وهذا حفاظا أولا على الصحة العمومية. من أهم هذه لتأطير هذه العملية إذن فيه إعداد قرار ولائي ينظم بالخصوص عملية البيع المواشي أولا، لأن هذه لازم تكون قبل عملية النحر. عملية البيع تكون مؤطرة من طرف البياطرة، إذن بعد تحديد عدد أكثر من 100 نقطة بيع للمواشي المحلية، هناك تأثير بيطري في هذه المناطق للمتابعة الصحية، ولكي نسمح لكل مواطن يقتني الأضحية تاعو يقتنيها وهو مطمئن من الجانب الصحي. إذن كما قلت هناك تحديد أكثر من 100 نقطة بيع للمواشي، هناك تسخير البيطاريين لمرافقة عملية البيع لصالح المواطنين، كذلك تسخير أكثر من 80 بيطاري عبر كافة البلديات الولاية لمرافقة عملية النحر يوم العيد إن شاء الله. كذلك زيادة على تسخير 15 بيطري على مستوى المذابح الولاية والمسالخ كذلك، زيادة عن المداومات البيطرية على مستوى الفروع الفلاحية التابعة للمقاطعات الإدارية المختلفة لولاية الجزائر، وكذلك على مستوى مقر المديرية. إذن هذا التأثير هذا التجنيد نتاع البياطرة من أجل الحفاظ على سلامة الأضحية وكذلك المحافظة على الصحة العمومية. كذلك تخصيص فرقة متنقلة، وهذا كذلك شيء جديد عملنا بهذا السنة والسنة الفارطة. هناك تخصيص فرقة متنقلة يمكنها التدخل عند اللزوم عند المواطنين حسب الحاجة، للتكفل بالحالات الاستعجالية إذا كان صح التعبير كذلك. إذن بدون شك التأثير الصحي هو شيء لازم يكون، ولكن ما يكونش عنده الفعالية المرجوة إذا كان المواطن ما يندمجش في هذه العملية وما يكونش فيه تنظيم في عملية الذبح. ونتمنى أن المواطنين يتوجهوا بالخصوص على مستوى المذابح والمسالخ من أجل عملية الذبح، وهناك ستكون المراقبة تكون جدية وفعالة، وهذا من أجل الحفاظ على صحة الجميع. وشكرا.